مساء الخير، ازيكم؟ مبسوطة قوي قوي اني رجعت تاني، ومبسوطة قوي ان العدد عمال بيزيد. فرحانة قوي بالدايرة دي. بحب قوي فكرة الجسد وفكرة ان احنا نبقى عندنا حتة انه احنا مع بعض بنتحد وبنسمع كلمة ربنا وبنعيش مع بعض مسيرة، وحلو قوي قوي ان احنا بادينها في سن بدري، فكده نقدر ننطلق ونكبر مع بعض. النهارده انا مش هطول، اللي حضر معايا المره اللي فاتت يمكن طولت شويه، المره دي لا، الموضوع اقصر، والموضوع ليه دعوه شويه بشغلي، الحاجه اللي انا بعملها في شغلي. بس يعني هاخد فكره بنعلمها للشركات، وانتوا كبار كفايه فهتفهموها، ما احتاجتش اني ابسطها، لكن انا هقدر اعمل حاجه مش بقدر اعملها في الشركات، وهي اني اخش في العمق بتاع الحاجه الى عمق روحي واربطها بان احنا اولاد ربنا. فانا هقدر اعمل الرابطه اللي بتحرم منها بره الكنيسه، فعشان كده متحمسه قوي قوي اني هعلم حاجه النهارده. ممكن اكون بعلمها كتير بس عمري ما بعرف اوصل لغايه الاخر، دايما باجي عند حته وبضطر اقف، عشان ما ينفعش اروح مثلا لاورنج ولا فودافون واكلمهم عن المسيح، يعني لسه شويه، لكن اقدر اكلمهم عن ان هم محبوبين ومقبولين من غير ما اقول مين بقى. بس هنا انا اقدر اوصل لغايه الاخر. حد فيكم هنا مواليد 2010؟ حلو. في 2009؟ في 2008 ولا لا؟ في 2007؟ 2007. طب في 2006؟ لا خلاص كده صح. 2007 لما كان عندكم 10 سنين، سنة 97، سوري قبل ما تولدوا ب10 سنين اللي هي سنة 97، أنا كان عندي 12 سنة. مش مهم بقى دلوقتي أنا عندي كام، بس وأنا عندي 12 سنة نزل فيلم جامد قوي كان مكسر الدنيا. الفيلم ده كسب حوالي 10 أوسكارز، والفيلم ده نزل السينما من كتر ما نجح. كانت يعني for a very long time، احنا وقتنا ما كانش فيه سينمات كتير خالص زي دلوقتي، هما كانوا يمكن 4 سينمات موجودين في القاهرة، فكانت السينمات محدودة، يعني كل سينما عندها مثلا 5، فيعني عندك مثلا اخرك تقدر تعرض 20 فيلم في نفس اليوم. من كتر الفيلم ده ما كسر الدنيا، قعد اسابيع اطول، وكان في وقت ما بيتعرضش غيره. يعني انت تخش كده تقول له مساء الخير، عارفين لما في يافطه في السينما فيلم كذا ولا فيلم كذا، هو ما فيش غير الفيلم ده حضرتك. يعني اي تخش قاعه اولى ولا تانية ولا ثالثه ولا رابعه، لان هو كده كده الاربعه بيعرضوا نفس الفيلم. هو بس مش مساله هتشوفه امتى، ده هتشوفه في انهي قاعه، يعني ما فيش اي اوبشن تاني. وقعد كل شويه يقولوا خلاص يا جماعه اخر اسبوع وهيتشال، فالناس تجري تتفرج عليه تاني، وبعدين يروحوا مدين اسبوع كمان، بعدين يقول لك اخر. احنا بقى زمان مش في العصر الحجري يعني، بس قصدي ما كانش عندنا اوبشن ان نتفرج على الافلام بسرعه زي دلوقتي. يعني دلوقتي الفيلم بيتشال غالبا بينزل بعد كام شهر على التلفزيون، شاهد او مش عارف. وقتنا بقى لا، لازم تستنى بقى سنه ونص، فاللي هيفوتوا ابو اسبوع ده سنه بقى متسحول، صحابه بيتكلموا عن حاجه هو ما يعرفش عنها اي حاجه، ولا في فيسبوك ولا حاجه، فمش هنعرف نوصل لاي معلومه عن الشيء اللي احنا ما شفناهوش في السينما ده. فسنه 97 انا رحت اتفرجت على الفيلم ده لايف، وهو اتفرجت عليه 3 مرات الحقيقه، والنهارده لما بتفرج عليه ببقى مش عارفه انا اتفرجت عليه ليه 3 مرات. يعني حقيقي فيلم يعني ما تتفرجوش عليه، مش مستاهله خالص. ايه هو بقى الفيلم ده؟ الفيلم ده كان بيحكي عن مركب كبيره، تايتانيك، فاول طلعه ليها غرقت. فاول لقطه في الفيلم، الراجل اللي هو بنى السفينه دي فرحان بنفسه قوي، بيقول لو ربنا عايز يغرق البتاعه دي مش هتغرق من كتر ما هي مبنيه حلوه قوي. وفي نفس السفريه اللي هي الاولى، اول رحله ليها، بتخبط في جبل تلج وبتغرق. سيبكوا بقى من المركب ومن الراجل، مش فارق معايا خالص، مش فارق معايا ان هو قال يعني ان المركبه يمكن تغرق. مش هي دي قصتنا هي غرقت ليه. واعتقد كتير جدا هيكونوا سمعوا القصه دي. ليه غرقت؟ عشان خبطت في ايه؟ في الجبل. بس هما كانوا شايفينه ولا لا؟ كانوا شايفينه. انا بقول لكم كانوا شايفينه. طب خبطوا فيها ليه برضو؟ صح، بس ما هو القبطان هو اللي ظبط الحوضه على السرعه، عشان السفينه مش زي العربيه شمال فتروح داخله شمال، بتاخد وقت كده شويه على ما تتجه شمال. هو بقى عمل حساباته، فانت ابتديتي اول الاجابه صح، عمل حساباته على انه يدخل شمال بس مش شمال قوي. ليه؟ برافو عليك. اسمك ايه؟ جوني؟ توني؟ توني؟ صح قوي. الحته اللي تحت
بعد كده الدراسات قالت لنا وقتها، ده طبعا كان يعني في الثمانينات، فما حدش كان عنده معلومات كتيره عن الموضوع ده. بعد شويه بقوا يقولوا لنا انه تحت الميه بيبقى غالبا اللي انت شايفه فوق بيبقى 10% من اللي تحت. فلو انت عايز تعمل حسابات مظبوطه تشوف الحجم اللي انت شايفه فوق الميه ده يبقى بس 10% من اللي مدفون تحت الميه. فاهمين قصدي؟ يعني الحته اللي فوق صغنطوطه قوي بالنسبه للحته اللي تحت، فاللي انت شايفه مش هو ده الحقيقي، ده جزء صغير قوي من الحقيقه. طب ايه علاقه ده بالنهارده؟ علاقته بسيطه جدا، ان كلنا عندنا جزء زي التلج ده باين وجزء تحت الميه مش باين. وايه اللي يغرقك او يغرق السفينه؟ الجزء اللي فوق ولا الجزء اللي تحت؟ اللي تحت. فده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. احنا في مجتمع يعني مدرستنا، يعني ساعات حتى الشارع، النادي، التمرين، الناس، السوشيال ميديا. مين هنا عنده موبايل وعنده سوشيال ميديا؟ هايل. السوشيال ميديا عمرها هتركز معاك على اللي جوه الميه ولا هتركز على اللي بره الميه؟ بصوا كده ايه العناصر اللي بره الميه؟ الشكل، الحاجات اللي انا بعرف اعملها، يعني مثلا بعرف العب رياضه، بعرف العب مزيكا. لو حد هنا بيعزف او بيغني زي فريد تسبيح وطلع على المنبر وغنى، انت كده عرفت ان هو غنى، فعرفت ان هو بقى عنده ايه؟ صوته حلو، صح؟ فدي بقت حاجه باينه. في ايه تاني كمان؟ الحاجات اللي بنقتنيها، انا عندي تليفون كذا، شنطه كذا، جزمه كذا، مش عارفه بونبوني ايه اللي جبته طالع موضه عامل ايه، ما بيفرقع فين، ما اعرفش الحاجات دي، صح؟ الحاجات دي كلها بره. اي حد بيبيع اي سلعه في الدنيا عايزك تركز على اللي جوه الميه ولا عايزك تركز على اللي بره الميه؟ اللي بره. هيبيع لك بونبوني لما يقول لك لازم تركز على مشاعرك، اشتري البونبوني. لا طبعا، يقول لك البونبوني ده جامد ولو جبته انت هتبقى اجمد واحد في الفصل واصحابك هيحبوك وهيبقوا عايزين يصاحبوك. طبعا هم ما بيقولوهاش بالسذاجه دي، بس جوه الرسائل بتتقال. عايز اقول لكم، مره كنت ماشيه في الشارع ولقيت اعلان بنطلون ماركه جنسات، يعني مش مهم الماركه، بس انا حلفت ما اشتري من الماركه دي تاني بعدها. مكتوب عليها كده، لو بالانجليزي، لو ما بيتكلموش عليك يبقى انت مش موجود. if they don't talk about you then you don't exist. حسيت طيب مش لابسه البنطلون ومش عايزه حد يتكلم عليا. فهي دي الحاجات اللي بيبيعوا بيها، وفي ناس للاسف بتشتري ده. وعايزه اقول احنا بنشتري ده، احنا بنقع في الفخ ده، احنا كاهالي، احنا كصغيرين، احنا ككبار، احنا كرجاله، احنا كستات، احنا كبنات، احنا كاطفال، كلنا بنقع في المطب ده. بس انا النهارده جايه اكلمكم عن اللي تحت الميه اكتر من اللي فوق الميه، بس كمان هكلمكم عن اللي فوق الميه. يعني مش جاي النهارده اقول ايه يا جماعه بقى سيبكم من المناظر والاشكال ومش مهم اللبس خالص، احنا هنزهد في الحياه. سيبك تليفونك ده في البيت، امسك التليفون الصغير ده اللي ما فيهوش اي انترنت ولا اي حاجه، ويا ريت يا ريت لو تجيب جزمه واحده وتعيش. مش هو ده قصدي، مش ده قصدي. انا جاي النهارده اقول انه احنا كلنا عندنا نظريه كده اسمها جوهاري. جوهاري ده دول اتنين، واحد اسمه جو واحد اسمه هاري، مع بعض هما الاثنين اتحدوا وعملوا نظريه وقالوا كده كل الناس اي حد فينا عنده 4 شبابيك. شفتوا الفيديو اللي بتاع الاول اللي اتعرض؟ افتكروا كده اخر حاجه خالص اخدها ايه الراجل واللي اتبسط بيها قوي؟ المرايه. افتكروا بس المرايه وسيبوها على جنب دلوقتي. انا دلوقتي بكلمكم عن الشباك مش المرايه. هتقولوا لي انت جايه تلخبطي، ايه علاقه التايتانيك بالمركب بالغرقان بالشباك بالمرايه؟ صدقوني هربط كل ده دلوقتي، بس ركزوا في اللي انا قلته. دلوقتي احنا عندنا كام شباك؟ 4. تعالوا نبص كده. بص بقى جوهري بيقولوا لنا ايه؟ بيقولوا لنا انه كل واحد فينا عنده حاجات يعرفها عن نفسه والناس تعرفها عنه. انتوا من خلال ال5 دقايق الصغيرين اللي فاتت دي عرفتوا ان انا اسمي مثلا ساندرا، صح؟ عرفتوا ان عندي 40 سنه، يعني اللي فيكم شاطر في الماث وقدر يعرف ان سنه 97 كان عندي 12 سنه هيستنتج ان انا عندي 40. طبعا مش مشكله ماث دلوقتي، مشكله ان احنا عرفنا معلومه عني، وانا طبعا عارفه اني عندي 40 يعني الحمد لله. انتوا عارفين مثلا ان انا واحده بنت، وانا برضو تقريبا عارفه ان انا واحده بنت. ففي حاجات احنا الاثنين نعرفها عن بعض. لما انا هقول لكم معلومه دلوقتي زي ان انا عندي بنتين، واحده منهم قدكم وواحده اصغر عندها 9 سنين، واحده اسمها ليلى واحده اسمها كارلا، هتبقوا عرفتوا كمان معلومه عني انا برضو عارفاها. انا عارفه ان عندي بنتين.
طب ايه تاني انتوا عارفينه عني؟ انا ممكن اقول لكم انا مثلا مقاس رجلي 37 ودي حقيقه، فانتوا كده بقيتوا عارفين مقاس رجلي كام وعندي كام سنه وعندي كام بنت وانا بنت ولا ولد. ميرسي. فدي حاجات انا عارفاها عن نفسي وانتوا بقيتوا عارفينها عني، وكل ما نعرف بعض اكتر وكل ما اعرف نفسي اكتر كل ما الحاجات دي تكتر. فتخيلوا مثلا، تخيلوا مثلا، قولي اسمك. شادي. تخيلوا ان شادي بيعزف شاطر قوي في المزيكا بس هو ما بيعرفش، يعني عمره ما اتعلم. وتوني شاطر قوي في المزيكا وبيعزف، فراح مره عزمه قال له تعالى عندي البيت عشان بعد الكنيسه نتغدى مع بعض. فراح له قال له ايه ده ايه ده جيتار؟ قال له اه. طب ممكن اجرب؟ ابتدى بقى يلعب هو كده اي حاجه، ما هو ما بيعرفش، عمره ما اتمرن يعني. قام توني قال له ايه ده ثانيه واحده شادي، انت على فكره ودنك موسيقيه ويجي منك، ما تتمرن جيتار واحنا الاثنين نروح مع بعض الدروس ونرجع من الدروس وبعد كده ندخل فريق تسبيح مع بعض. لما بقى شادي عرف ان هو شاطر في الجيتار وتوني عرف ان بقى شاطر في الجيتار، بقوا هما الاثنين عارفين الحاجه دي عن شادي، فبقت في الحاجات المعروفه ليا وللناس. كله كده لغايه دلوقتي فاهم؟ طب تعالوا نشوف الشباك رقم 2. انا قلت فيه كام شباك؟ 4. فده كده اول واحد. تاني واحد حاجات انا ما اعرفهاش عن نفسي بس الناس تعرفها عني. طبعا اول حاجه هتيجي في بالكم هي الحاجات النيجاتيف او الحاجات السلبيه اللي هي بنسميها المنطقه العمياء، بالانجلش بلايند سبوت. عارفين الناس اللي بتسوق عربيات؟ يعني لسه شويه قدامكم بس افتكروا بقى المعلومه دي لما تيجوا تتعلموا سواقه. اول ما اتعلمت سواقه بابايا قال لي ايه، خدي بالك يا ساندرا في حته في المرايه اللي على اليمين والشمال وانت سايقه وبتحودي شمال او يمين اسمها بلايند سبوت، يعني ممكن يجي حد شمالك او يمينك تخبطيه لانك ما شفتيهوش. هتقولي لي ما انا بصيت في المرايه يا بابا، هقول لك لا يا حبيبتي ما دي بلايند سبوت. فقلت له طب يعني مطلوب مني اعمل ايه دلوقتي يعني؟ اي خدي بالك يعني. فكلنا عندنا مرايات وبنبص فيها بس فيها حته بلايند سبوت. ايه الحاجات اللي ممكن انا ما بقاش عارفاها عن نفسي بس الناس عارفاها عني؟ مثلا دمي تقيل، او مثلا لذيذه بس انا مش مقتنعه اني لذيذه. فهي حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه. شادي ما كانش شايف ان هو شاطر في المزيكا بس توني قال له، فهي كانت حاجات معروفه عند توني بس مش معروفه عند شادي. فاهمين عايزه اقول ايه؟ فدي حاجات انا ما اعرفهاش عن نفسي لكن الناس تعرفها عني. تالت شباك واللي هو القبل الاخير هي حاجات انا بس اللي اعرفها عن نفسي بس بحاول قوي 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 ان انا ما اخليش الناس تعرفها. هقول لكم مثال عبيط قوي. انا ما بحبش الاسانسيرات، يعني ما فيش بيني وبينهم عمار قوي، بس مره كده الاسانسيرات او الاماكن الضيقه عامه يعني. فكريم جوزي قال لي ايه ساندرا احنا مش عايزين البنات تطلع متعقده من الاسانسيرات، لو سمحتي امسكي نفسك واركبي اسانسيرات عادي، ولما تبقي مع واحده منهم حاولي بقى ايه تاكلي البانه، تتنفسي، تحطي تصلي في سرك، بس ما تخليش البنات ياخدوا بالهم عشان ما يتعقدوش من الاسانسيرات. قلت له ماشي حاضر. فكل مره اركب الاسانسير اعمل ايه؟ ابتسم قوي بزياده كده، ويا سلام لو ابتدى يعمل صوت ولا ابتدى يتراجع. وفاكرين لما كانت الكهرباء بتقطع كتير كنت مفهمه عيالي ان انا بلعب رياضه فبطلع السلالم وانا طبعا عارفه ان انا مش عايزه اخش الاسانسير. فده كان قناع انا لابساه لحد ما في يوم من الايام قلت لهم ايه، بقول لكم يا جماعه انا شخصيا ما بحبش الاختراع اللي اسمه اسانسير ده، بس انتوا اركبوه عادي مالكوش دعوه بيا. لما كبروا شويه حسيت بقى مش هينفع افضل لابسه قناع قدام بناتي، هم لازم يعرفوا ان مامتهم ايه عندها حتت برضو ضعيفه فيها، عادي يعني انسان. بس القناع ده بيبقى ساعات خطر قوي لان ساعات الناس بتخبي حاجه وتبتدي تعمل زي بريشر للناس اللي حواليها، فالناس فاكره مثلا ان انا جامده قوي وما بخافش من حاجه، فبناتي يطلعوا فاكرين نفسهم ايه لما يخافوا يبقى هم كده ضعاف لان مامتهم ما بتخافش. لكن مامتهم لما قالت لهم لا على فكره انا بخاف من حاجات، هم ادركوا ان الخوف ده طبيعي وان عادي جدا ان هم يخافوا. فالقناع ساعات مضر ليك وساعات مضر كمان للي حواليك. رابع حاجه خالص حد يقدر يعني يخمن هتبقى ايه؟ حاجات ايه مش عارفها عن نفسي والناس مش عارفاها خالص عني برضو، ودي اسمها حاجات غير معروفه او unknown. دي حاجات هتقولوا لي يعني ده هنعرفهم منين يعني؟ هقول لكم انه مع الوقت ومع الخبره ومع التركيز مع انه اجتهد في حاجات هتبقى انا خدت بالي منها فتتحرك من الغير معروف للحاجات اللي انا عارفاها، ولما الناس تعرفها تتحول الى الحاجات المعروفه.
طب ايه علاقه ده برضو بالتايتانيك والغرقان وقعدتي تقولي لنا والمرايه والشبابيك عايزه مننا ايه؟ عايزه اقول لكم انه احنا النهارده لما بنبقى بنتعامل مع الناس وبنتعامل مع ربنا عندنا حاجتين، شباك ومرايه. ايه المرايه؟ المرايه لما انا مثلا، قولي لي اسمك. اوكي، لما انا وكارول نتعامل مع بعض وانا بسمح لكارول انها تشوف حقيقتي الحلوه، كارول بتقدر تشوف، انا كاني فتحت لها شباك، كارول تقدر تشوف نفسها فيا، مرايه. صعب اللي انا بقوله، هشرحه تاني. يعني كده من الاخر، لما انا افتح الشباك بتاعي بدي مساحه للي قدامي انه يقدر يشوفني على حقيقتي، وبالتالي هو كمان يقدر يشوف نفسه على حقيقته، وكأن انا اديت له مرايه، فتحولت انا الشباك اللي فتحته ده تحول الى مرايه للي قدامي، وهي نفس الحكايه. وبقينا بنبقى فيه كده حاجه اسمها الجسد اللي احنا بنتكلم عليه، انه احنا مش بنمثل، مش بناخد، مش بنقول حاجات لبعض عن نفسنا مش حقيقيه، مش بحاول جاهده اني اغير حاجه عشان ابقى ببيلونج او بنتمي للمجموعه. طب برضو عايزه اقول، من الاربع شبابيك دول تفتكروا ايه اكتر شباك انا عايزه اكبره، اغذيه، اكتر الحاجات اللي جواه؟ الغير معروف. المعروف انا عايزه اكبره، فعايزه اصغر ده واكبر ده. ها، ايه رايكم؟ تهتوا؟ ايه اكبر شباك عايزه اخلي مساحته كبيره فبالتالي يبقى مليان حاجات مليان حاجات مليان حاجات؟ ها، المعروف والظاهر. برافو عليكم. انا عايزه انا اعرف حاجات عن نفسي، وعايزه كمان ان ابطل البس اقنعه، ما بقاش حاسس ان عندي احتياج اني البس قناع، اني اعمل حاجه انا مش مقتنعه بيها، اني البس حاجه مش على مزاجي، اني بس امشي ورا الناس، ورا الموضه، ورا الترند زي ما بيقولوا، علشان الناس تتبسط مني، عشان يبقى عندي صحاب، عشان ابقى جامده، عشان ابقى جامد، عشان ابقى ولد كول، عشان ابقى بنت كول. كل ده احنا مش ضده، مش ضد اللبس ومش ضد الموضه ومش ضد الاكل ومش، بس انا بسال بعمله ليه؟ بشتري ده ليه؟ باكل ده ليه؟ بروح الاماكن دي ليه؟ بقعد مع الشله دي ليه؟ وهكذا. فانا بفكر معاكم في اني هتكلم النهارده عن حاجتين: ازاي اعرف نفسي اكتر عشان ازود الحاجات اللي اعرفها عن نفسي، وازاي اقدر اتخلى عن القناع ده او اقلعه. احنا عشان ما حدش يحس باي ضغطه، احنا لسه في سن صغير، فطبيعي ما بقاش عارف نفسي لسه، ده طبيعي. انا بتكلم على خطوات نمشي عليها من دلوقتي لغايه لما عندنا 40 كده. بس كل مرحله هتكتشفوا حاجه عن نفسكم، وكل مرحله هتنزلوا حاجه وتوقعوها لا دي ما تلزمنيش، دي مش بتاعتي، دي ما تناسبنيش، دي مش شخصيتي، ده مش ذوقي، اللون ده مش لوني. بتفرج ساعات على صوري وانا في ثانويه عامه ولابسه حاجات مش، يعني حتى مش عايزه اقول هو الذوق اختلف والموضه اختلفت، بس الالوان ما بقتش بلبسها. فادركت ان انا في الصوره دي انا عامله كده ولابسه لون معين انا حاليا ما بلبسوش، مش عشان حاجه، عشان مش بحسه لايق عليا يعني. بس واقفه معايا 3 4 بنات اللي هم الشله بتاعتي بتاعت الثانويه عامه دي، كلنا لابسين نفس اللون. فادركت ان انا غالبا كنت بلبسه عشان يعني مع الشله، يعني مفيش حاجه، مفيش مشكله في ده. بس لما كبرت شويه اكتشفت انه ما يناسبنيش، مش بحبه. فكل ما النهارده دي دعوه انه مش هنعرف دلوقتي، بس تعالوا ناخد الخطوات ونمشي المشوار اني اكتشف حاجتين: حاجات عن نفسي، وايه الحاجات اللي يمكن اللي حواليا بيضغطوا سن عليا عشان اقول انها حلوه بس هي مش حلوه او ما تناسبنيش. اتفقنا؟ اول حاجه، الحاجات اللي انا عايزه اكبرها واخد منها، هي اول حاجه هنبدا بيها ازاي انزل القناع. تعالوا نتفرج على الفيديو ده، هو فيديو قصير قوي قوي بس هيوريكم كده حاجه صغيره قوي من المجتمع اللي احنا عايشين فيه.
حد عارف يلقط هي كتبت ايه؟ just woke up like that. انا لسه صاحيه من النوم بالشكل ده. طبعا ده العالم اللي احنا يعني بنفتكره حقيقي، هو مش حقيقي خالص. شايفين انا اول مره كنت اكتشف الموضوع الحزام الكتير ده انه موضه، ما كنتش اعرف الموضوع ده. بس في الحقيقه عايزه اقول انه يعني الانستجرام دلوقتي ايه، تيك توك، سناب شات، مليان ناس. قريب قوي كنت بتفرج على فيديو كده عشان كنت بوضب يعني للمحاضره دي، فابتديت ادور على، ما كانش عندي تيك توك الحقيقه بس نزلته واكتشفت ان هو يعني مسلي قوي. بس قعدت جالي فيديو كده، واحده بتعلمنا ازاي لما نتصور نبان رفيعين. فهي الفيديو كله عن هتقف ازاي وهتعمل ايه. ايوه هو عملت كده بالظبط. فطبعا احنا كنا بنتصور يعني اللي هو كده، يعني اللي هو يعني اول مره اعرف ان التصوير كمان بقى ليه طريقه. وفي طبعا الولاد بقى من ناحيه تانية اللي بيروحوا الجيم وبيعملوا عضلات وبعدين يقول لك احنا ده عشان احنا بناكل مش عارف ايه، لحمه عامله ازاي ولا فيتامين ايه، وهم طبعا بيعملوا حاجات تانية. بس انت بتبقى حاسس ايه ده، الله ده بيروح الجيم وبيتمرن شكله كده، فانا عايزه ابقى كده. بس هو في الحقيقه صحته يعني من كتر الحاجات اللي هو بيعملها عشان يبقى شكله كده مش صحي. هو شكله صحي بس هو في الحقيقه مش صحي. ولو راح يجري في مثلا حاجه من الحاجات اللي بنجريها في كايرو ماراثون مش هيعرف يجري خطوتين لان مفيش فتنس اصلا. فعايزه اقول انه حتى انا بلاقي ساعات ان الصور اللي احنا تصورناها كعيله في البحر مثلا او في مكان سافرنا اجازه بتاع، شكلها احلى قوي من الحقيقه. يعني الاجازه كانت لطيفه بس الصوره احلى قوي. كم حد هنا غصب عنه لما بيبص على حد في اجازه او في مكان حلو او واحده لابسه حلو او شكلها حلو بيحس الله نفسي قوي كنت ابقى كده، او الله يعني يا خساره ان انا ما روحتش، او صح بنحس الاحساس ده شويه. وعايزه اقول لكم بقى اتاكدوا 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 ان كل الحاجات دي معموله علشان احنا كلنا على السوشيال ميديا بنحط احلى لقطه في اليوم، احلى لبسه عندي، احلى يعني. حتى البنت حرام هي صاحيه من النوم بتقول انا لسه صاحيه من النوم بعد ما بقى لها 3 ساعات انا لو عندي فرح ما بعملش اللي هي بتعمله ده، بروح عادي يعني. بس هي الفكره، ما هو الميك اب مش غلط، وان الواحد يعمل شعره مش غلط، وان الواحده تاخد بالها من نفسها مش غلط، وان الواحد يلعب رياضه مش غلط، وان يبقى عندي تليفون شكله كويس مش غلط. بس السؤال هو انا بحط ميك اب ليه وبلبس ليه حلو، او بلبس فستان حلو، او بجيب حاجه معينه حلوه، او بروح اتمرن ليه، او انا في النادي المش عارف ايه في فريق ايه ليه. وهو ده السؤال اللي عايزه افكر فيه معاكم كل واحد كده دلوقتي او واحده لمده بس كام ثانيه. فكروا ايه الحاجات اللي ممكن اكون بحس اني بعملها سنه عشان يعني شكلي يبقى احلى قدام الناس، يقبلوني اكتر، يحبوني اكتر، ابقى اجمد، ابقى اروش، ابقى كول اكتر، ابقى ترندي، او معرفش بقى الكلمات الاجدد، ماشي على الترند بالظبط كده. ايه الحاجات اللي انا بجيبها بقتنيها بشتريها بحبها نفسي قوي هموت عليها، ولما بتيجي بنتفاجئ انه كنت هتموت عليها وبعد شهرين 3 بقت ايه، خلاص ادمت. فكروا كده ثانيه ايه الحاجات اللي شبه دي اللي ممكن اجيبها برضو واشتريها برضو واتبسط بيها برضو، بس مش عشان السبب ده، عشان سبب تاني خالص. فاهمين الفرق؟ في فرق صغير قوي قوي. طيب اعرف ازاي نفسي؟ اتكلمنا في الاول على القناع، وايه الحاجات اللي ممكن يكون المجتمع بيزقها عليا عشان احس ان انا لازم اجيبها او اشتريها او اكلها او اشربها او اخرجها او اروحها او عايزه اقول لكم بليز فكروا بجد في حاجه. احنا يمكن معرفش يعني الخدام ممكن يشاركوني، احنا كبرنا في وقت من غير موبايلات وبعدين وقت بموبايلات. يعني انا خدت اول تليفون وانا في اولى جامعه، وكان وقتها يعني ايه بقى اوف بقى جامد قوي، كان قد كده يعني قد الكف وما فيهوش حاجه طبعا. وكنت لما ببقى روشه قوي بلعب حاجه لعبه سنيك، عارفين سنيك اللي هي بس دي كانت يا لهوي هموت العب سنيك بقى. ايوه بالظبط كده، برافو عليكي. فانا كنت انا سنيك دي اول ما نزلت كنت حاسه انا مش عايزه اكلم حد خلاص، انا مش عايزه. ايوه هي دي بالظبط، هي كانت موجوده بس طبعا شكلها كان بشع، يعني كانت عباره عن بتاع بيطلع كده. ايوه بس هي ما كانتش ولا التفاحه باينه ولا التعبان باين، هو كان خط بياكل خط يعني
ما هو ما في الجرافيكس كانت تعبانه قوي يعني، وخط بيقعد يعمل كده وخط واقف في اخر البيت. وبقول لكم ده كان بالنسبه لي، انا لما نزلت كنت عايزه، ولاد خالتي كانوا عندنا في البيت كنت عايزاهم ينزلوا عشان عايزه العب سنيك، مش قادره يعني. ماما قالت لي ما نمسكش تليفون، وولاد خالتنا هنا كنت عايزه ينزلوا بقى عشان عايزه العب سنيك يعني. فده كان الانجاز العلمي وقتها. بس عايزه اقول بجد 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 انا جربت بيه ومن غير، ويمكن هتكلم عن نفسي، ما اعرفش الناس اللي جيلي ممكن توافق ولا لا. انا بقول انه وقت اللي عشت فيه من غير تليفون كان احلى 100 مره، احلى 100 مره. انا افتكر كويس قوي مره من شهر كده كنا مسافرين طريق طويل ومعايا البنتين ورا وانا وكريم قاعدين قدام. فالبنات ماما احنا زهقانين قوي، فاضل كام ساعه ونوصل. طبعا كام ساعه دي بتتسال كام مره؟ كل 3 دقايق. هنوصل كمان قد ايه، كمان قد ايه، كمان قد ايه. فقلت لهم يا جماعه انا كنت بلعب لعبه وانا صغيره حلوه قوي، ما تجربوا تلعبوها. فليلى قالت لي ايه؟ ما انت ما كانش عندك تليفون، كنت بتلعبي ايه يعني؟ فقلت لها كنت ببص من الشباك وابتدي اعمل اشكال بالسحاب. راحت الصغيره قالت لي ايه؟ حرام يا ماما انت كبرتي كده. كانت هتطلع ربع جنيه تديهوني. قلت لها صدقيني ده احلى 100 مره من اللي انتوا بتعملوه. بس فعلا كنت بشوف السما. انا ساعات بحس ان هم بيسافروا طريق طويل ما بيشوفوش السما، ما بيبصوش من الشباك اصلا. فعايز اشجعكم بجد يا جماعه، انا مش ضد التطور والتكنولوجي، انا بستخدمه في شغلي، وانا شغلي بيتطلب مني ان انا كل يوم ابتكر ما هو جديد. فانا بحب الاختراعات وبخلي الشباب اللي عندي في المكتب يعلمني حاجات وانا شاطره في التكنولوجي وبستخدمها، وتشات جي بي تي كله يعني معايا كل الادوات. بس بجد ركزوا انه ما تاخدوش الصورة بتاعة الأشياء وتعريف الأشياء من السوشيال ميديا. يعني اوعك تعرفي إن مثلا النجاح في السوشيال ميديا، الحلاوة من السوشيال ميديا، الذكاء من السوشيال ميديا، الأماكن الحلوة من السوشيال ميديا، السعادة من السوشيال. كل ده افتكروني كده مش دايما حقيقي، مش دايما كذب، بس مش دايما حقيقي. في حتة كده صغيره انا ببقى قاعده طول اليوم في الشارع واجي عند لقطه معينه الاقي شجره ورايا اروح مصوره، فاحط يعني مين هيحط حاجه غير لو دي احلى حاجه في يومه؟ صعب قوي حد يحط صورته قاعد بيشتغل ولا قاعد في المدرسه بيذاكر، يعني هيحس يعني ما كل الناس بتذاكر. لكن يوم ما يطلع مثلا من المدرسه بدري ويكتب الله يا جماعه نص يوم النهارده ويروح مصور، ويجي حد تاني يحس يا دي الخيبه ده النهارده قاعده في المدرسه لغايه الساعه 6، يا ريتني كنت فلان اللي في مدرسه فلان. مش حقيقي، مش حقيقي. فلان ده برضو عنده حاجات وانت عندك حاجات فما تحطوش عارفين الميزان بتاع الحاجات. انا برضو يعني كان في كده زمان واحد بتاع الفكهاني كان يحط زي طوب كده، عارفينه؟ مقاس نص كيلو او كيلو، لسه موجود. وبعدين يحط كيس فيقعد يعمل الحديده دي بقت السوشيال ميديا بتاعتنا. الكيلو بكذا، فانا لو ما عملتش كذا انا مش كيلو. النص كيلو كذا، فانا لو ما رحتش المكان الفلاني انا مش نص كيلو. لا لا صدقوني لا. وكذا مره اتخدع انا كمان واكتشف انه الناس ما كانتش مبسوطه قوي كده، الحاجات ما شكلهاش حلو كده، فلانه اللي متصوره دي حاطه مليون فلتر. عايزه اقول لكم البنات يمكن يفهموني اكتر، انا عندي وشي على طول عندي حبوب على طول. وما اقولكوش من كتر اليأس كنت اتفرج على فيديوهات واحده تطلع تقول انا استخدمت ده وده 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 وادي النتيجه بعد اسبوع، اجيب انا كل حاجتها واقعد اسبوع مفيش اي حاجه. كذا مره اقول لنفسي ايه خلاص يا ساندرا ما انت اشتريتي الصابونه الفلانيه، ما انت اشتريتي الكريم الفلاني، مفيش، وارجع اشتري. ليه؟ عايزه قوي احس بالاحساس الله بيفور اند افتر ده، بس مش حقيقي. كلها حاجات عشان نشتري، عشان نستهلك، علشان نستثمر وقت في حاجات ممكن تبقى زائفه. ممكن مش كلها زائفه بس ممكن جزء كبير. طيب ازاي اعرف نفسي؟ هنا انا قربت قدامي 10 دقايق واخلص عشان اطمنكم. طمنتوا؟ هسألكم او هوريكم 3 ايات من الكتاب المقدس، بس قبل ما اوريكم ال3 ايات دول هفكر معاكم في الصلاه الربانيه. لما يسوع سالوه نصلي ازاي قال لهم نصلي هكذا. حد فاكر الصلاه الربانيه بتبدا بايه؟ الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. هنوقف هنا. دول أول 3 حاجات. ليه يسوع قرر يستخدم أول 3 حاجات دول؟ علشان خطته لينا إنه لما قولوها تاني كده، لما يتقدس اسمه ويأتي ملكوته
وتكن مشيئته في حياتنا، احنا حياتنا بتبقى افضل. طب ازاي هياتي ملكوته وهيتقدس اسمه وتكن مشيئته؟ ازاي اصلا اعرف مشيئته، وازاي اقدس اسمه، وازاي ياتي ملكوته؟ يعني ايه اصلا ملكوته؟ يعني هو الملك، ازاي يبقى الملك على حياتي، وازاي تكن مشيئته في حياتي، وازاي اصلا اعرف اقدس اسمه. تعالوا نفكر كده في كام ايه وبعدين هقول لكم ازاي. حد عارف يقرا الكلام ولا صغير قوي؟ لا. وقامته، لأن الله لا ينظر كما ينظر الإنسان، فالإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى الإيه؟ القلب. عارفين القصة دي كانت على مين؟ داوود كان صغنطوط قوي، وبعدين قال له إيه؟ لا، ربنا ينظر إلى القلب، مش للقامة، مش للطول، مش للعظمة. فافتكروا كده إنه النهارده لو أنا سألتكم سؤال، ربنا لو بص على قلبي النهارده هيشوف ايه؟ وده الاهم. ربنا مش هيجي يقول لي ايه انا ببص على انت لابسه ايه، او شكلك عامل، او قويه زي، او معاكي شهادات ايه، او بتعرفي تعملي ايه. احنا بنحب نستخدم المواهب وبنحب نستخدم الوزنات عشان نمجد اسمه وعشان نعمل فرق ونؤثر في المكان اللي احنا فيه، بس اجان هو بينظر الى القلب. فانا بستثمر قد ايه في القلب؟ العالم النهارده مش بيقولك تستثمر في القلب، بيقولك تستثمر في اللي بره، ما بيقولكش استثمر في اللي جوه. زي الفيديو بالظبط اللي حاولت تبيع له كام حاجه كده في الاول، ولكن في الاخر ولا حاجه منهم نجحت معاه. تعالوا نشوف الايه الثانيه. لاننا نحن مخلوقين صالحه قد سبق الله فأعدها لكي نسل فيها. بالظبط، احنا مش معمولين للفشل، مش معمولين لخطة العالم، احنا معمولين لأعمال صالحة، والمفروض ان حياتنا ليها purpose، ليها دعوة، ليها هدف. هعرفه ازاي؟ دي مشيئته هو، مش مشيئتي انا. ساعات احنا بيبقى عندنا مشيئة وهو مشيئة، وساعات احنا بنعمل المشيئة بتاعتنا ولا بتاعته؟ بتاعتنا. الصراحة انا بقول لك يا رب بص انا عارفة ان انت، بس انا عايزة كذا. بقول لك يا رب انا فاهمة طبعا ان المكان ده مش احسن حاجة اروحه، بس بقول لك انا عايزة اروحه بقى، فيا رب ماما ترضى. طب هي دي مشيئتك ولا مشيئته؟ مش عارف. طب اعرف منين؟ تعالوا نكمل. بصوا بقى، دي باينه قوي قوي ازاي انه هنا الايه بتقول افاستعطف الله الناس ام الله ام اطلب ان ارضي الناس، فلو كنت بعد ارضي الناس لما كنت عبدا للمسيح. يعني انا بحاول ابليز ابسط اللي حواليا، ولا بحاول افكر اعمل الحاجه اللي تبسط الله؟ هم مش لازم يبقوا عكس بعض، بس انا بتكلم في حاله ان هم عكس بعض. طب تعالوا نسال نفسنا الثلاث اسئله دول. قلنا اول واحده القلب، ايه هو اخبار القلب ايه؟ طب تاني حاجه، خطه الله في حياتي هي المهمه ولا خطتي ولا خطه الناس؟ عارفين وانا صغيره كان عندي صاحبتين قوي، والاثنين كنا في اولى ثانوي، يعني الاثنين كانوا عايزين يخشوا سياسه واقتصاد. حد عارف الجامعه دي؟ فانا لما كان الناس بتسالني عايزه تخشي جامعه ايه، كنت بقول لهم ايه؟ سياسه واقتصاد. ليه؟ عايزه ابقى مع داليا واميره يا جماعه. الله، يعني هم يروحوا الجامعه وانا ما اروحش معاهم، قاعدين جنبي في الفصل، اتعودت عليهم. طبعا لما جيت تنسيق هم راحوا سياسه واقتصاد وانا رحت فين؟ ما رحتش سياسه واقتصاد. تخيلوا فرقت معايا على قد ايه؟ نص. كانت بتاخد 95 ونص وانا جبت 95. بامانه كان هيجي لي حاجه. بس بعد ما كبرت شويه ودخلت جامعه تانية وادركت قد ايه اشكر ربنا ان انا ما روحتش سياسه واقتصاد. مش عشان هي وحشه، بالعكس البنتين دول جامدين وناجحين ولسه اصحابي على فكره. انا كنت فاكره ان هم يروحوا جامعه وانا جامعه يبطلوا يكلموني. لسه اصحاب قوي قوي وبنحب بعض جدا، بس الجامعه دي لا تناسبني. وقتها ما كنتش لسه اعرف يعني ايه اصلي واحاول امشي على خطه الله، مش خطه الناس اللي هم في حياتي كان وقتها داليا واميره، او خطتي انا. عشان كده انا بقول لكم ما تحسوش باي بريشر انه لازم دلوقتي حالا اعرف هو عايز مني ايه، لازم دلوقتي حالا امشي زي ما ربنا عايز. لا، هي رحله طويله بنمشيها معاه ومع الجسد. فعايزه اشجعكم ابتدوا بدري، بس مش هتوصلوا بدري، هتاخدوا وقت ومجهود وهنقع ونقوم وهنقع ونقوم عادي. مفيش اي بريشر، احنا لسه بنبدا، بس حلو نبدا بدري. طب تالت حاجه، انا برضي مين؟
برضي الناس، برضي الترند، برضي السوشيال ميديا، برضي ساعات بنرضي ناس مهمين عندنا في حياتنا، بس مش شرط اكون ده اللي انا محتاجه او عايزه دلوقتي. فعايزه افكر معاكم في الثلاث اسئله دول من غير اي بريشر او اي حاجه. احنا مقبولين محبوبين زي ما احنا، زي ما احنا، مش محتاج تعمل ولا حاجه ولا حاجه. كنا بعد خطاه ومات المسيح لاجلنا، فاحنا ما فيش اي حاجه مطلوبه مننا خالص خالص. اللي انا عايز اشجعكم عليه هو اني انا امشي في مسيره افكر فيها في دايما اني انا نفسي اعمل خطه ربنا في حياتي، نفسي ما اكونش برضي الناس، ونفسي ما اكونش بلبس قناع مزيف ويحط عليا عبء. عارفين لو عمر حد فيكم راح حفله تنكريه ولبس قناع او برنيطه او حاجه ماسك على الوش، لو عملتوا كده تلاقي نفسكم بتعرقوا قوي وحر، ومع الوقت بيشكك وبتبقى عايز تهرش. الماسك يعني بيمسك كده، كل شويه تقلعه وتهوي وتلبسه، فالماسكات متعبه متعبه، فارميها، مش محتاجها. انت كده كده، انت كده كده محبوبه ومقبوله زي ما انت، بس محتاجه نعرف بس انه العالم بيحاول يقول لنا غير كده، بيحاول يحسسنا بغير كده. اخر حاجه هفكر فيها معاكم وبعدين هختم بيها. شايفين المنتجات دي؟ في حاجه كومن اللي فيكم هيعرفها يبقى بجد شاطر قوي. زيرو فات. برافو عليك. اسمك ايه؟ ناتالي. ممكن نسقف لناتالي يا جماعه؟ المنتجات دي فعلا زيرو فات. انا عايزه اقول لكم يعني انا شخصيا بشتري الزبادي ده، طعمه حلو جدا. انا مش بروج اي منتجات هنا، اعلان مدفوع الاجر، بس الصراحه صراحه احنا في عالم دلوقتي بيزق على المنتجات الصحيه. انا هنا بقى مش بقول لكم ده غلط، انا بس بقول ايه مش صحي. الفتنس فيهم فات طبعا، لا مش دي المشكله، يعني مش هنقرا، اكيد كل اكل فيه فات، بس قصدي هو بيقول لك ده مينيمم فات. بس اللي عايزه اقوله ان احنا تربينا في مجتمع بيقول ان الفات ده حاجه ايه؟ وحشه. يقول لك ارمي الدهن، ارمي الدهن مش كويس، صح؟ حد فيكم بياكل الدهن؟ ماما كانت تقول لي اوعي تاكلي الدهن بتاع الفرخ، ارميه. فاحنا اتربينا على مجتمع ما بيحبش الدهن، او يعني بناكله عشان نتبسط، بس عارفين انه مش صحي. طب تيجوا نشوف مع بعض في المزمور 63 بيتكلم ازاي عن الدهن ده. بصوا بقى الدهن الحقيقي اللي هو كويس، مش زي الدهن بتاع العالم اللي مش كويس. بصوا معايا المزمور ده، مزمور في رأيي من أحلى المزامير اللي اتكتبت. يا إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. عارفين بناتي اللي دلوقتي عندهم 13 و9، لما بروح أم 9 بتبقى مامي، أم 13 هاي. تعملوا كده انتوا؟ من 5 6 سنين ام 13 كانت عندها 9 كانت تقول مامي، والثانيه كانت تعمل ايه؟ تجري قوي، اسمع تك 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 في الكوريدور، عندنا كوريدور طويل، اسمع وهي بتبقى حافيه كده ورجليها بتقعد ترزع على الارض تك 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 تك، وتروح حضناني جامد قوي 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 في رجليها، كانت وقتها بطول رجليها بس، وتقعد حضناني شويه تقول ميس يو ميس يو. النهارده بقول لكريم هم بطلوا يعبرونا ليه لما بنرجع؟ فقال لي يعني هم كبروا. فحسيت معاه حق، هم كبروا. شايفين هو بيقول ايه هنا بقى اللي كاتب المزمور؟ عطشت إليك نفسي، أنت إليك أبكر. عارفين إن لما ترجعوا كالأطفال، هو ده واحدة من حاجات الأطفال، إنه هموت وأصحى يا رب أقعد معاك، نفسي قوي قوي أصحى أبتدي يومي معاك. كم حد أول ما بيصحى من النوم، وأنا هرفع إيدي معاكم، بيمسك التليفون ويبدأ إيه؟ تك 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 تك. أيوة أنا كمان، أنا guilty and I know it. أنا أعترف قدامكم ان وانا بحضر المحاضره دي قلت انت لو ما قلتيش يا ساندر انك بتعملي كده تبقي مش حقيقيه ولابسه قناع، فانا هشيل القناع. ايوه انا بفتح واقعد اتفرج واقعد اقعد العب في الموبايل. هل حد فينا فكر انه يجرب ان اول ما اصحى ما امسكش التليفون واقعد معاه، او ان شاء الله اقول له كلمه واحده، اقول له شكرا يا رب انه ادتني يوم جديد. فين هذا هو الرب اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. احنا المفروض كده كل يوم نقول يا رب اشكرك ان ده يوم انت صنعته فلنفرح ولنتهلل به. اعرف مره اسيس يعني كان بيحكي عن مراته، بيقول قد ايه هي جميله، كانت تصحى الصبح اول ما تنزل من سريرها تروح راكعه على طول وبعدين تبدا يومها. بتقول لك من السرير للنيز ركعه. فعايزه اقول كانت تصلي قوي في الاول،
اشجعكم قوي، ابداوا اليوم معاه، ابداوا اليوم معاه، وده اللي هيخليكم تعرفوا انتوا مين بجد ومشيئتوا ايه، وكل حاجه هتبقى في مكانها بعد كده. بصوا بعد كده بيقول ايه؟ لكي ابصر قوتك ومجدك كما قد رايتك في قدسك، لان رحمتك افضل من الحياه، شفتي تسبحانك، هكذا اباركك في حياتي، باسمك ارفع يدي. بصوا بقى الايه اللي انا بحكي لكم عليها، فاكرين الزيرو فات؟ هنا بقى 100% فاتس. كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبح فمي. هنا بنتكلم على الشحم والدسم الحلو. ايه هو الشحم والدسم؟ اللي يقول لك بيشبع يعني انا جعان قوي 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 قوي. عارفين لما بتبقوا واقعين خالص بعد المدرسه واول حاجه تتحط على السفره تاكلها بسرعه قوي قوي قوي، تبقى حاسه الله انا شبعت. هو ده اللي عايز يقوله لما تقعد معاه الصبح قاعده، مش اللي هو تك 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 واجري بسرعه بسرعه بسرعه. اقعد معاه واخد كلمته. انتوا النهارده اليومين دول اجازه صح؟ خدتوا الاجازه؟ لسه؟ ما اللي فيكم اخد الاجازه مش بقيناش بننزل نجري على الاتوبيس والمدرسه واللانش بوكس والحاجات دي؟ عندنا وقت ولا ما عندناش؟ عندنا. لسه قريب كنت انا واحده من صحابي قوي قوي بنتمرن مع بعض رياضه كل يوم. انا بلعب رياضه 4 مرات في الاسبوع، فبحب قوي الرياضه. فبتقول لي هو احنا يا ساندرا قبل ما نتخرج من المدرسه كنا ما بنلعبش رياضه ليه؟ بقول لها طب ما في سؤال اهم، ما كناش بنقرا في الكتاب المقدس ليه؟ قالت لي تصدقي معاكي حق. قلت لها دلوقتي احنا عندنا عيال وبنصحى بدري ونعمل لانش بوكسز وبنطلع نجري على اشغالنا، بس بنحاول نلاقي وقت نقعد مع ربنا ونلعب رياضه. طب فين الوقت اللي لما كنا ما عندناش كل المسؤوليات دي؟ فانا جايه من المستقبل وبقول لكم استغلوا الوقت ده، مش في النوم، مش في اني اقعد اداونلود وابص على ناس بتعمل ايه وكلت ايه وشربت ايه. حاجه اخيره احكيها لكم، كنت قاعده مع بنتي الكبيره، هي بنتي الكبيره عمليه قوي مالهاش بقى في يعني بزياده، عمل ناشفه كده. فكنا قاعدين في مطعم انا وهي بناكل، وبعدين الراجل اللي جنبنا كان حد من الناس الفوديز يعني المعروفين. انا ما كنتش اعرف ان هو معروف، بس الويتر قال لي يعني قال لي ده فلان ما تعرفيهوش؟ قلت له ده مثل فيلم يعني ولا عمل ايه؟ قال لي لا يا فندم ده فودي يعني جاي يدي ريتنج للمكان. قلت له يعني هو لو قال حلو المكان كسب، لو قال وحش. قال لي بالظبط كده. قلت له طب لا ربنا معاكم ان شاء الله يوفقكم يعني. فهو بيصور الطبق بتاعه قبل ما ياكله وبعدين ايه. فبنتي بقى كانت لسه وقتها ما سمعتش الحوار ده، بتقولي ماما هو بيعمل ايه الراجل ده؟ بقول لها بيصور طبقه. قالت لي ليه؟ بقول لها يحطه على الانستجرام بتاعه. قالت لي هو كيرز؟ قلت لها apparently some people care، يعني في ناس يا ليلى فارق معاها الاكل، ما اعرفش يعني اقول لك ايه يعني، ما هو الراجل مبسوط باكله انا اعمل له ايه؟ فراحت كده قالت لي يا ماما ايه الهبل ده؟ يعني انا مالي هو اكل ايه انا؟ بس الصراحه هي معاها حق، بس ما احنا بنعمل كده عادي يعني اتس اوكي. بس اجان الصبح الوقت اللي في الاول بقى اليوم دي احلى حته في اليوم. انا عايزه ايه عشان اشبع؟ شحم ودسم. من مين؟ منه. بليز يا جماعه بقيه الحاجات دي سكيمد ميلك خالي الدسم، تاكلوها وتحسوا بعد ربع ساعه بالايه؟ بالجوع الفظيع فظيع، ويمكن تبقى جعان اكتر. مره حد قال لي لو جعانه وكلتي حاجه مسكره تبقي جعانه اسرع واكتر، لكن لو كلتي حاجه بروتين ومفيده كده تشبعي اكتر. هي بالظبط كده. السوشيال ميديا، تضييع الوقت في حاجات، الجيمز، كل ده حلو اعملوه، بس ما يبقاش اول حاجه نعملها الصبح واكتر حاجه نقضي عليها وقتنا. دي حاجات سكيم ميلك خالي الدسم، هتجوعوا بعدها. لكن ايه الحاجه اللي تشبعك وتشبعك وتخليكي مش محتاجه ترضي الناس وتلبسي قناع وتحاولي ترضي جميع الناس ومش عارف ايه، وتشوفي خطه اميره وداليا لحياتك وتخشي اني جامعه زيهم؟ واجان نو بريشر، احنا بنبدا، مش هنخلص كله النهار يعني، مش هنخلص كل حياتنا النهار، احنا لسه بنبدا، لسه بنتعلم، لسه بنكبر. بس تكبروا وتعلموا في حضنه بجد. مفيش احن ولا اكتر حد بيحب. يعني مين اكتر حد بيفهم وبيحبك النهارده؟ يعني في ناس كتير قوي بتحبني، بس مين هيفهم في حياتي وفي شخصيتي وفي مصلحتي اكتر من ابويا السماوي؟ محدش. فهو بيحبك اكتر، وهو قلبه عليك اكتر، وقبلك زي ما انت. هو في احلى من كده؟ يعني مش مطلوب منك تعمل حاجه ولا تلبس قناع ولا تمثل قدامه، وبيحبك جدا وعارف مصلحتك وعارف مصلحتك ونفسه انك تكبر في حضنه. بس طالب منك حاجه واحده، او مش طالبها حتى، بس انت محتاجها، اللي هي ايه؟ شحم ودسم من القعده معاه. اقعدوا وقت، اتكلموا وصلوا واسمعوا واقروا في الكتاب وتاملوا واكتبوا. اكتبوا يا جماعه، الكتابه بتفرق. النهارده انا
جريتفل، انا النهارده ممتنه لايه، انا النهارده بشكر ربنا على ايه، صلاتي النهارده ايه. ساعات كده ادخل يوم اسبوع صعب جدا في الشغل واقول له يا رب ماذا تريد ان افعل، وصدقوني الاسبوع بيطلع احسن قوي مما تخيلت. ماذا تريد ان افعل؟ وساعات بفتكر ان هو عايزني اعمل حاجه واكتشف ان انا رحت المكان ده عشان حاجه تانية خالص. وفعلا فعلا ساعات اروح مكان واحبط قوي قوي، واخر ربع ساعه في التريننج اللي اديته يجي حد جاي يقعد يتكلم معايا، ودي القعده دي اللي تبقى ليها معنى، وكل التسع ساعات اللي وقفتهم على رجلي ما لهمش اي معنى. مش مهم، بس ربنا يستخدمني ان شاء الله في حياه واحد. فكل يوم كده نصحى ونقعد معاه قعده حلوه وناخد فيها الشحم والدسم الذي يشبع، عشان ما بقاش ماشيه عارفين سوري كده في الكلمه ارمرم، كيس شيبس شوكولاته بونبونايه مش عارف ايه اجي اخر اليوم الاقي نفسي بطني هتنفجر ووجعاني وفي الاخر ما خدتش اي غذاء. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله لما بنشبع نفسنا بحاجات تانية غيره. انا مش هطول، انا خلصت وعايزه اصلي قوي قوي معاكم. لو ممكن تحبوا ان حد يقودنا في الصلاه ولا تحبوا بليز؟ طب قولي ناتالي صح؟ دلوقتي حضرتك بتقولي انه احنا المفروض ما نرضيش الناس، صح؟ بس جزء من حياتنا اصلا هو الناس. فيعني مثلا ما ينفعش انزل مثلا وشعري متنعكش عشان الناس to judge me. فاللي هو يعني ايه مرضيش الناس، واصلا جزء من حياتي ارضي الناس. ثانك يو يا كارول، ميرسي قوي انك سالتي السؤال ده. انا مش قصدي ما ترضيش الناس يعني يلا ننزل كلنا بالبيجامه بكره، ولو بابا عايزني اذاكر بقول لك ايه سوري في اجتماع اعدادي قالوا لي ما رضيش الناس، انا مش عايزه اذاكر فانا مش هذاكر. عايزه اذاكر لا، ما انا مش النهارده مش في المود خالص، مش ده قصدي. بس احنا عايشين في مجتمع لازم نحافظ على العادات بتاعته. اكيد انا ما بمشيش الشارع بشورت، بلبس لبس اللي ليه علاقه باللي احنا بنعيشه. لما هروح الكنيسه وهقعد ساكته، مش هقعد اتكلم عشان انا دلوقتي نفسي اتكلم ومش عايزه ارضي الناس. لما هبقى في المدرسه هذاكر، لما هبقى على الترابيزه مع عيلتي هاكل، مش هعمل اللي انا عايزاه. فلو هم هياكلوا الساعه 2 لا ماليش مزاج اكل النهارده ملوخيه ورز، ماما اطلبي لي بيتزا، اصل انا اتعلمت ان انا ما ارضيش الناس. مش ده قصدي، بس قصدي انه انت ما يبقالكيش هويه. انت النهارده معاهم عليهم. عارفه الاحساس ده؟ يعني صاحبتي ناس شعرها كيرلي، شعر الكيرلي ده يجنن، انا بحبه قوي، فبقيتي مبسوطه قوي بشعرك الكيرلي. بعد شهرين ثلاثه صحابك دول مثلا غيروا مدرسه وبقيتي مصاحبه واحده شعرها ناعم قوي كده ستريت كده، فتقولي ايه ده انا عايزه افرد شعري زيها حلوه قوي، فتقعدي تفردي شعرك تطحنيه علشان تبقي شبهها. طبعا انا بقول مثل من على الوش، في حاجات اعمق. بعد كده واحده شعرها اصفر، بعد كده واحده شعرها بقى اخضر، بعد كده واحده مش هتخلصي. فهي فكره انه ما تمشيش على اللي كل الناس عايزاه، بس في نفس الوقت انا بلتزم بالرولز بتاعت الاماكن اللي بروحها، بالمجتمع، بالثقافه، بالعادات، بان اهلي يعرفوا اكتر مني بطبيعه ان هم اكبر مني وعندهم برضو مصلحتهم، يعني مصلحتي تفرق معاهم. فانا مش الاكستريم بتاع يلا اعمل اللي على مزاجي بقى، ما ده اكستريم اوحش. خدوا بالكم كارول قالت حاجه مهمه قوي، اوحش حاجه في الدنيا ان انا يا اما ابقى برضي نفسي بس يا اما ابقى برضي الناس بس. يعني انا ممكن الناس دي تبقى انا برضي نفسي، فانا انانيه بعمل اللي على مزاجي. قريب قوي خدت بالي من الموضوع ده، ليلى بطلب منها بقول لها ليلى من فضلك حطي طبق ده في الحوض، قالت لي ده مش طبقي ده طبق اختي. قلت لها طيب حطيه في الحوض، قالت لي لا يا ماما بقول لك انت سمعتنيش، ده مش طبقي ده طبق اختي. قلت لها ايوه انا سمعتك وانت برضو ما سمعتنيش، حطي طبق اختك في الحوض. قالت لي ايوه يا ماما بس هو مش طبقي. قلت لها وانا لما بعمل 4 سراير كل يوم او 3 سراير ببقى نمت على ال3؟ قالت لي لا. ولما بغسل مواعين ل3 اشخاص غيري بكون انا اكلت في كل الاطباق دي؟ قالت لي لا. قلت لها لما بابي بيروح الشغل وبعدين بيجيب المرتب ويصرف علينا بيقول لنا سوري اصل انتوا ما اشتغلتوش فانا اللي هروح انا لوحدي؟ قالت لي لا. قلت لها هو ده كونسبت العيله، ان انت تغسلي لاختك طبقها وهي فمش ان انا ابقى ماشيه انا وبعد الطوفان انا اهم حد في الدنيا. ده اوحش حاجه ممكن اي حد يعملها، لان في الاخر الواحد من كتر ما بيبتدي يحب نفسه ويبقى اناني بيبتدي هو نفسه يبقى تعيس. يعني احساس وحش جدا. احنا اتخلقنا علشان ندي مش عشان ناخد، دي طبيعتنا الاولى، ندي مش ناخد. ليه الناس كلها النهارده تعيسه او مهما اخذت لسه ما بتشبعش؟ لان ماشيين عكس الطبيعه.
انا ربنا خلقني ادي. I'm a giver I'm not a taker. هو اللي يديني كل ملئه، لكن انا ادي. فانا ما امشيش على مزاج الناس، بمعنى انه ما يبقاش ليا شخصيه، ما بقتش عارفه نفسي، ما بقاش ليا الحاجات اللي انا بحبها بقدرها. انا مثلا اتربيت في وقت من الاوقات في مجموعه من اصحابي في المدرسه، لما طلعنا تانية ثانوي يعني هما ما اعرفش ايه اللي حصل، هما لغايه دلوقتي ما بقوش صحابي. هجيلك، لان هما بقوا مثلا يخرجوا، مش عايزه اديكوا افكار، بس كانوا بيزوغوا بالدروس، حاجات كده يعني. فانا وقتها قلت لنفسي انا مش هكمل ابقى صاحبتهم، مش هقدر. لو انا ما كانش عندي القوه والشجاعه اني ما ارضيهمش، كنت هزوغ زيهم وخلاص. هي دي الحاجه بقى اللي انت بتقفي كده، انت مش تايتانيك، ما بتغرقيش، لان انت عارفه انت مغروسه في ايه. بس الغرسه دي لازم تيجي منه، ما تجيش من حد تاني، ما تجيش من اللي حواليا بيعملوه، اللي الناس قالته، اللي طنط عفاف عايزاه، اللي طنط مش عارفه مين نفسها فيه. بيجي من اني مغروسه في كلمه ربنا وفي الحق. فهبقى مش متخيله ان في حد يكون بيحب ربنا مش هيكون عايز ينزل شعره معمول كويس، مش هيكون عايز يبسط باباه ومامته، مش هيكون عايز ياكل الاكل اللي مش على مزاجه قوي، مش هيكون عايز يذاكر ويعمل اللي يقدر عليه للاخر عشان ينجح، وفي الاخر النجاح ده انا عملت اللي اقدر عليه. فاهمه قصدي؟ فكاني عايزه اقول انا مش ان انا بلغي شخصيتي، بس مش ان انا كمان ايه، الحياه بتلف حواليا. الحياه ما بتلفش حواليا، بالعكس. كان عندك سؤال؟ في مفهوم، انا مش عارفه القصه كلها بس هقول مفهوم صغير. في مفهوم اسمه الدواير، الدايره. زي المسيح كان عنده دواير، كان في يعني تلاميذ قريبين منه شويه اكتر، وتلاميذ ابعد وابعد وابعد، لغايه الجموع لما كانت بتمشي وراه ما كانش بيقول لا برضه، بس كان عنده دواير. واحنا عندنا ده ماي اون اوبزرفيشن، يعني إن انا بحب كده برضه في حياتي. انا عندي دواير. انا الدايره القريبه مني، الناس اللي انا بقول عليهم الانتيم بتوعي او البيست فريندز بتوعي، لازم العلاقه ما بيني وما بينهم تبقى صحيه، وزي ما انت بتقولي نكون بنفرق مع بعض، بنصلي لبعض، بنصلي مع بعض، بنغذي بعض، بنقرب بعض ليه. لكن لما حد بقى بشوفه مره كل فين وفين، مش لازم اقعد بقى ايه امشيه على يعني بالطريقه اللي انا، يعني مثلا مش لازم يكون بيصلي بالطريقه اللي انا بصلي بيها، مش لازم يكون بيروح نفس الاجتماع اللي بروح. اتس اوكي، ما هو ده مش حد، يعني مش من الدايره الضيقه بتاعتي. فالدواير بتريح. فانا ممكن اختار. انا مش بقول ان احنا نخاصم او نطلع حد، لا، انا بس بقول في دواير. فالناس القريبين مني قوي دول اللي انا يمكن محتاجه اكون بنقيهم وبحاول اعرف هما مين، ويكون بيفرق معايا قوي انا كساندرا. من المعايير الاساسيه يكونوا الاجابه هي بيقربوني من ربنا ولا بيبعدوني عنه. لو انا عندي صحاب، عندي صاحبتيني بنصلي مع بعض على طول، واولادنا بيتربوا مع بعض، واولادنا بيتربوا مع بعض في بيوت بتصلي، انا ده بيفرق معايا. في ناس تانية المعايير مختلفه، فانا بقول كل واحد حاطط معايير للدايره الضيقه. الاوسع والاوسع، وكل ما بتوسعي كل ما بيبقى صعب ان انت تقولي انا عايزه كذا او مش عايزه كذا او فارق معاك. خلاص انت بتتعاملي بمحبه، يعني بتقبلي فيها كل الناس، بس مش لازم تقبليهم بالدرجه القريبه قوي، يعني مش لازم يبقوا الليل والنهار معاكي، بس ممكن تبقي لما بتشوفيهم بتقدمي محبه، بتبتسمي، بتقعدي معاهم، يعني ففي مش لازم كل الناس تبقى الانتيم بتاعتك. فاهمه عايزه اقول ايه؟ رديت شويه على سؤالك؟ حلو. ازاي اقول لا؟ ده موضوع كبير، بس انا هقول لك بسرعه جدا. لما انت بتتكلمي عن نفسك وبتتكلمي عن مشاعرك ما بتضايقيش اللي قدامك. يعني مثلا قولي لي اسمك. ميرولا، اسم حلو قوي. فانا لما اقول لك ميرولا انت لما بتاخدي بتاعه دي مني الصراحه انا بتعصب، ما تاخديهاش مني تاني. كل مره بتيجي بتاخدي مني حاجات وانا بحس ان الصراحه ما خدتش حاجه انا كده بعمل ايه؟ انا كده بخبط في ميرولا.
لكن ممكن اقول لك ايه، ميرولا انا ساندرا لما ببقى قاعده مع حد بيفرق معايا قوي ان انا يعني الحاجه دي تفضل معايا. انا مش بحب قوي الند، دي حاجه غاليه عندي، انا دي حاجه عايزاها معايا. فانا بليز يعني بفضل انه لو هتاخدي الحاجه دي تستاذني، ولو قلت لا خلاص، لان انا مش دايما بعرف اقول لا صريحه. فبليز ما تضغطيش عليا. فانا عملت ايه؟ انا اتكلمت عن نفسي وعن مشاعري، ما اتكلمتش عنك وعن اللي انت عملتيه غلط. والمشاعر دايما ما بتضايقش حد. لما اقول لحد انا بيفرق معايا، انا بتضايق لما بيحصل كذا، ما حدش هيحس باي خيانه يعني، عادي، ما هي اللي بتتضايق، هي اللي حاسه بكده. فده وحلو انك تتعلمي تعرفي تقولي لا. بس المشكله مش تقولي لا او اشجعك قوي تقولي لا، بس ازاي؟ لان لا تفرق. في لا لو بقول لك ايه بقى، عرفتني في عيشتي كل مره خلاص مش هنلعب مع بعض تاني، مش هنلعب مع بعض، ده لا، بس اكيد مش لا مناسبه. وفي فرق بين يا فلان انا كاميرولا بفضل كذا وكذا وكذا، من فضلك المره اللي جايه لو هتبقى عايز تاخد مني الحاجه الفلانيه تستاذني، وانا غالبا يبقى لازم يبقى ليا حريه اني اقول او لا. بس نفس الحاجه، بس الطريقه فرقت. جاوبتك كده؟ حلو قوي. حد تاني عنده اي سؤال قبل ما نصلي؟ في حد عنده ورا سؤال؟ بليز قول حاجه اوف توبيك. قول. ثانك يو. طبعا في اكيد مسجز بتتحط من هنا وهنا من تحت لتحت، عشان كده حلو ان احنا دايما نبقى بنتفرج على المحتوى الابروبريت للسن وتحت سوبرفيجن والمواعيد محدده، وما يبقاش كل واحد فينا بصوا كل حاجه في الدنيا تنفع تبقى حلوه او وحشه. يعني عمود النور لو اتنور الصبح ده بقى حاجه حلوه. عمود النور، حد فيكم بيمشي ساعات بيتعصب قوي زي لما بيلاقي عواميد نور مولعه الصبح؟ ده اهدار مال عام، صح؟ ده ويست كهرباء رايحه على الفاضي. لكن المعواميد دي لو متولعه بالليل بتبقى رائعه ولا ايه؟ لو حد فيكم زي كده بيلبس نظاره وهو سايق بالليل، انا لو ماشيه في شارع ما فيهوش العواميد دي ممكن اعمل حادثه. فانا العواميد دي بالنسبه لي بتنقذ حياتي بالليل، بس الصبح بتبقى ايه؟ اهدار مال عام، ملهاش لازمه. كل حاجه في الدنيا كده بقى. انا قعدت على السوشيال ميديا شويه، اخدت افكار، اخدت عرفت عن ماركه مصريه لذيذه قوي بتعمل شنط بس رخيصه، فبقيت بشجع اللوكال براندز، وبقيت في نفس الوقت بجيب حاجه حلوه بس مش مكلفه، بقت تحفه. قاعده عليها بقالي 7 ساعات بتنحل لدرجه ان مخي وقف وعماله اتفرج، وحسيت ان حياتي تعيسه وحياه الناس كلها حلوه، بقى عمود النور المتولع الصبح. فاهمين الفرق؟ هي شعره كده، زي ما بين الناس اللي بتحب تاخد بالها من صحتها وما بين الناس اللي ما وراش حاجه في الدنيا غير صحتها. ده بقت شعره راحت حته كده ايه، مناخوليا شويه، اكلت مش عارف ايه فتوزن الايه فتعمل ايه فتشوف ايه فتحط ايه، فالموضوع قلب انا اوبسيشن. فاي حاجه في الدنيا هي شعره، فلازم اركز في الشعره دي. حد تاني عنده اي سؤال؟ طيب تيجوا نغمض عينينا ونصلي. لا بنغمض عينينا. نفسي اقرا تاني الايات اللي كانت محطوطه قدامنا وهي بتقول: يا الله الهي انت اليك ابكر، عطشت اليك نفسي، يشتاق اليك جسدي. تعالوا نقول له انه هي القصه في اني اقعد واشوف نفسي في عينيك. انا مشتاقه جدا اقعد في الحته دي. كنا بنقول انها رحله، ونحب نقول لكم ان احنا كقاده ما خلصناهاش لسه، بس ممتعه قوي انك تقعد قدام ربنا في محضره.
كل يوم يقول لك انت مين، وانك محبوب ومقبول. قصاد كل فيديو او ريل او بوست او حاجه شفناها وخلتنا نحس انه احنا مش كفايه واحنا مش حلوين كفايه، وشوهت صورتنا عن نفسنا، عن شكلنا وعن مواهبنا وعن قدراتنا، في محضرك بس يا يسوع بنشبع. تعالوا ابدأوا الرحلة دي مع يسوع، رحلة مستاهلة قوي. تعالوا نقول له كده: ما أحلى حضورك ربي، أنا عايز أقعد في الحتة دي، أنا مش عايز أدور على حاجة غيرك أنت، لأنه في عينيك هعرف أنا مين. أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك، أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك، الرحلة دي فرق معاك، معلش اقف وخلي جسمك يعبر عن ده كمان وتتحرك. تقف كده، اللي حابب يعمل كده. والعدد التاني بيقول كده: واحدة سألت وإياها التمس. أنا عايز أسكن يا رب في هيكل قدسك. ممكن الكلمات اللي بعدها بعد واحد: مريض أنا بحبك، املأني الآن بفيض روحك. روحه بس هو اللي هيقول أنا مين. واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك، واحدة سألت منك أن أسكن في الحتة دي. أنا بحبك يا يسوع، مريد أنا بحبك، املأني الآن بفيض روحك، مريد أنا بحبك، املأني الآن بفيض روحك، أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق، أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق. أرجوك ما توقفش صلاة، غمض عينك لسه وكمل في الحتة دي. وخليني أقول لك آية موجودة في أشعياء وهي بيقول كده: الله بيقول لك صرت عزيزا في عيني. أنت
عزيز في عيني جدا ومكرما، وأنا قد أحببتك. طول الوقت بنجري يا يسوع، بنجري عشان نشوف ان احنا كويسين وحلوين ومقبولين ومحبوبين والناس شايفانا حاجة كبيرة. بنجري طول اليوم في لبسنا، في شكلنا، في جسمنا، في طريقة هزارنا، في ازاي بنتعرف على الناس، ازاي بنتكلم معاهم، بنلعب ايه، بنعمل ايه، اتفرجنا على ايه وشوفنا ايه، علشان نبقى في البرواز بتاع الصورة دي، علشان الناس تحبنا. بس النهاردة يسوع جاي يقولك انت عزيز، انت محبوب في عيني، مكرم، انا قد احببتك، هو بيحبني انا. تعالوا نقول تاني العدد الاول: ما احلى حضورك. في حضور الله انا بشوف ده، انا بشوف نفسي. ما احلى حضورك ربي، ما ابهى جمال، ما ابهى جمالك، ما احلى حضورك وانت في حياتي. في وجودك بعرف انا مين. ما ابهى جمالك يسوع، اشبع انا شبعان بيك، مش هجوع ورمرم حاجات. انا هرتوي بيك انت، بنعمتك، بانك شايفني عزيز ومكرم. اشبع من خير بيتك، ارتوي من نهر نعمتك، اعبدك ارفعك اسجد لك بالروح وبالحق، اعبدك ارفعك اسجد لك بالروح وبالحق. يا رب شكرا لانه احنا مكرمين في عينيك. شكرا لانه مهما العالم حط مقاييس للجمال وللكاركتر وللشخصيه، بنفضل احنا في عينيك مميزين، عزيز في عيني، مكرم. شكرا لانك بتحبني، شكرا لاني خلقتك واني اكيد احلى صوره انت عايزها. احنا ولادك على صورتك. كل ولد وبنت يا رب النهارده قدامك هيمشوا معاك رحلة يكتشفوا فيها، نكتشف كلنا فيها ازاي احنا مميزين. مش هنستنى العالم، مش هنستنى حد يقول لنا، لكن هنستنى ده في حضورك. نشبع من دسم بيتك انت، نرتوي من نهر نعمتك. رحلة صعبة لكن عارفين ان انت هتبقى فيها معانا طول الوقت.